دول 3 كورسات ما ينفعش ابدا تخلص جامعه غير لما تكون خدتهم. وخدتهم هنا مش معناه خالص انك تاخد الشهادات بتاعتهم بس. الشهاده هي ورقه علميه بتثبت انك خلصت الكورس، ولكن هي مش بتثبت خالص لاي اتش ار في الدنيا ان انت بتعرف تطبق اللي انت اتعلمته. واول كورس معانا هو الانجليش. الانجليش مش معناه خالص برضو انك تاخد شهاده، ولكن معناه انك تقدر تعبر عن نفسك بالانجليش وتقدر تستخدم الانجليش في الشغل بعد كده. وعشان تبقى عارف الاتش ار مش بيهتم خالص بالشهاده اللي بتثبت اللغه بتاعتك. انت اصلا مش هتحتاج شهاده لغه غير لما تكون بتقدم على منحه، ساعتها هتحتاج شهاده من ال3 شهادات دول، يا ايلتس يا تويفل يا ديولينجو. تاني كورس معانا هو كورس المايكروسوفت اوفيس سبيشالايز، خصوصا يعني الاكسل. بجد بقى مهم جدا في الشغل، مفيش شغل ما بيسالش عليه. وبرضه الاكسل مش شهاده، ولكنها مهاره تقدر تستخدمها وتطبقها في الشغل بشكل عملي. تالت كورس معانا هو عباره عن مجموعه مهارات مهمين جدا 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 لسوق العمل. صدقني الشركات العالميه دلوقتي مش بتشغل بشهادات تخرج، ولكنها بتشغل بسكيلز. المهارات دي زي مهارات التواصل، القياده، العمل ضمن فريق، حل المشكلات، مهارات العرض. كل المهارات دي مهمه جدا في سوق العمل، وده اللي بيخليك بعد كده تترقى في شغل. ده برضو اللي بيميزك عن اي حد بيشتغل. فابدا من دلوقتي اتعلم المهارات دي، طبقها في حياتك، علشان بعد كده الشغل هو اللي يدور عليك مش انت اللي تدور على الشغل. وانا مايكل مصري وبساعدك انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي